مفيش حاجه توجع جمهور الكوره لكن الهدف ما يتحسبش. يا ابني فوق شويه. مفيش حاجه توجع مشجع الكوره مفيش حاجه يقوم ويفرح ويحتفل. اسطى في ايه؟ بالراحه بالراحه. انت حسبتها بجد؟ ايوه. مفيش حاجه توجع مشجع كره القدم اكتر من ان فرقته تجيب جول في الدقايق الاخيره لكن الجول ده ما يتحسبش. لكن الاصعب انك لما تروح تشوف اعاده الهدف ده تكتشف انه كان هدف صحيح 100%. هحكي لكم النهارده عن اشهر 5 اهداف اتلغوا وهم كانوا صح 100%. اول هدف كريستيانو رونالدو ضد صربيا في تصفيات كاس العالم. الماتش بيخلص خلاص، كريستيانو بينفرد ويحط الكرة في الجول وتعدي الخط بوضوح. الجمهور بيفرح وهو بيفرح. الحكم كان ليه رأي تاني، قال لك معلش ثواني يا جماعة، الكرة دي ما عدتش، معلش. الفار كان ساعتها لسه مش موجود. كان رد فعل هستيري من كريستيانو ساعتها ورمى شرط الكابتن ومشي من الملعب وطفش. الهدف الثاني هدف سواريز مع ليفربول ضد ايفرتون سنة 2012، ديربي الميرسيسايد. الماتش نار والدقايق الاخيره سواريز بيسجل هدف ولا اروع وزي الفل اهو. ايه ده؟ فين يا عم التسلل؟ ما تقول يا عم فين؟ حول الله يا رب. ليفربول يخسر نقطتين والفوز في الديربي وسواريز يخسر هدف كان هيبقى تاريخي ليه. رقم 3 هدف لامبارد مع انجلترا ضد المانيا في كاس العالم 2010، واحده من اكبر فضايح كاس العالم في التاريخ ومش واخده حقها. لامبارد يسدد من بعيد، الكوره تخبط في العارضه وتنزل وعدت الخط وهدف عالمي يا جماعه. احتفل يا ابني، مالك؟ ايه؟ الحكم لغاه؟ لا انت بتهزر. هو في ايه يا جماعه؟ الكوره لازم تعدي الخط بكام متر عشان تتحسب. رقم 4 هدف بنزيما ضد ليفربول في نهائي الشامبيونز ليج. جمهور ريال مدريد ما كانش فاهم فيه ايه. الكوره راجعه من دفاع ليفربول اهو يا جماعه. بص يا معلم، انا مش هتكلم كتير ومش هقول رايي خالص، الهدف قدامك اهو وقول لي انت في الكومنتات شايفها تسلل ولا لا. رقم 5 هدف ميسي مع برشلونه ضد فالنسيا سنه 2017، جاب حته جول وعدت الخط وراحوا احتفلوا والجمهور احتفل، بس الحكم كان باين له سرحان في مصاريف الولاد والمدرسه ولا ايه. المهم ان الهدف ده ما اتحسبش. معرفش انا حكام ايه دول يا باشا اللي يحكموا في دوريات اوروبا، ما يجوا يشوفوا الدوري المصري وحكام ويمكن يتعلموا حاجه. دول كانوا اشهر 5 اهداف من وجهه نظري كانوا صح 100% وما اتحسبوش. لكن اكيد في لعيبه كتير جدا اتحرموا من لحظات تاريخيه في حياتهم بسبب حكام كانت عايزه تنام. قول لي بقى في كومنت ايه اكتر جول فاكره كان صح 100% واتلغى ظلم، عشان هنزله في الجزء الثاني من سلسله الحلقات دي وهقول اسمك يا معلم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للتشانل وتعمل لنا فولو على الانستجرام وتيك توك وفيسبوك، وما تنساش ان اخطاء التحكيم جزء من متعه الكليتش.